هذا اللي حصل في بشنين وزمامها طول المدة اللي غبتها عنكم، وما أظنش إن فيه عمدة يسيب بلده في الظروف دي. الحقيقة معاك حق، ولو إن أنت لازم تهتم بجد وتتمم موضوع الجواز. البرنس لسه قايلها لي في وشي من يومين، حاجة كده ما معناه إنك يعني خدت موضوع النسب ده سكة عشان الأرض، وأول ما اتلايمت عليها جريت. إذا كان سمو البرنس مصدق اللي قاله يبقى لا مؤاخذة تركي بجم. حاسب على ملابسك يا فتح الله، أنت بتتكلم على البرنس اللي أنا بشتغل عنده يعني، وليه نعمتي؟ وليه نعمتك أنت مش نعمتي أنا؟ طب على الأقل رايح حكاية النسب اللي بينكم. النسب ده لسه فيه كلام. أنا كنت بحترمه، لكن مدام قال علي نصاب يبقى هو اللي ابتدى، واقول عليه اللي انا عايزه. نصاب؟ قال عليك نصاب امتى؟ سبحان الله، انت لسه مش بتقول لي انه قال عليا واخد سكه النسب ده عشان الارض؟ وده معناه يعني انه ايوه معنيته ان انا نصاب. ما تحبكهاش قوي كده يا فتح الله. وانت كمان ما تقوليش فتح الله. انا بوجرك وبحترمك وبقول لك يا سعاده البيه، تبقى المعامله بالمثل. ده ما يزعلش. حاضر حاضر يا حضرة صاحب العزة فتح الله بيه الحسيني عمدة بشنين وزمامها. عاجبك كده ولا اقول اكتر؟ مفيش داعي نتريق وندور نتمقلس على بعض. امشي اصلح. تمشي تروح فين؟ والله ما انت ماشي، احنا لسه ما اتكلمناش في المهم يا راجل. وبعدين بس انا اسف يعني اذا كان بان من كلامي ان انا بتريق. ده مش هيحصل تاني. يلا يلا اقعد. والموضوع انتهى خلاص. ولو سمحت رتب لي ميعاد مع سمو البرنس علشان نحدد ميعاد كتب الكتاب والدخلة، واي طلبات عايزها هو ولا اهل بيته. نوراي الاول يا لطيف بيه. يعني ايه نوراي لا؟ يعني هي لازم تقابل العمده فتح الله قبل جوز خالتها. مين بقى اللي قال الكلام الفارغ ده؟ هي وبعضمه لسانها. معرفش مين بلغها ان العمده جه، طلبتني على التليفون وقالت لي لازم ندبر ميعاد تقابلوا فيه. الكلام ده يا هانم، احنا ما بنشتغلش الشغلانه دي. انا يا هانم بيه محترم، مش هرجع عندهم في السرايا. الله على اخر الزمن لطيف بيه هيرتب مواعيد ويوصل الوصال. ده يا هانم لا يمكن. حيلك شويه يا لطيف بيه، البنت ما تقصدش كده خالص. يا اما كانت بعتت له منها لنفسها اي اغا او خدام او حتى وظيفه تبلغه. كل الحكايه ان نوراي عشمانه فينا ومعتبرانا اهل واصحاب. بأمارة ايه بقى؟ مش محتاجه اماره. نوراي من زمان مياله ناحيتنا وناحيه اي مصري عشان خاطر باباها طبعا. الهانم بقى عايزه تقابله فين؟ في جنينه الازبكيه ولا في الحديقه اليابانيه في حلوان؟ لا، في جنينه لطيف بيه، هنا في الحلميه. هنا؟ لا يمكن. لو فكرت شويه هتلاقي ان ده الممكن اللي مفيش غيره. انا خلاص مخي اتلخبط، انا مش عارف افكر في الموضوع ده خالص. طب افرضي بقى ان البرنس ولا البرنسيسه عرفوا، هتبقى واقعه زي بعضها. وبعدين ما هي البنت برضه عندها حق. هتقابل خطيبها فين بعيد عن السرايا غير هنا؟ او انت كده وصلت للمفيد. وانت فكرت في طريقه يا هانم؟ هي طريقه واحده مفيش غيرها. نوراي جايه تزور جماعه لطيف بيه اللي بالصدفه كان قاعد معاه صديقه عمده بشنين. ناوي تعملها على الجطن يا عمده؟ لما ربنا يريد يا جازية. بس خير البر عاجله. ده انت مستعجلة اكتر مني. امال يا عمده، ده فرحك فرحنا. كتر خيرك. تعرفي بطنك كبر الجوي. ايوه امال، ماني دخلت في الساتت. يكمل لك على خير. تعرفي هنا. اجي بس بشرط انت في حالك واني في حالي. ليه؟ انت مش مراتي. خدمتك وتحت امرك، بس الحبل مخير مزاجي ومخليني ماليش نيه يعني للحكايه دي. ما قلتيش كده من اللي اقول ليه، كنت رحت بنت عند خالتي. انت زعلت والنبي مقصود اتقبى عليك. خلاص اذا كنت عايز اطفي النور. نمت يا فتح الله ولا لسه صاحي؟ صاحي يا ابو الحاج. دقيقة. فيه ايه يابا؟ لا مؤاخذة، تليفون من بشنين بيقول مشرقي شيخ الغفر. الو. خير يا مشرقي، في ايه؟ أنا لقيتها في منتهى الأهمية، قلت أبلغ سعادتك واستنى أوامرك. نعم. ألو.
يا جناب العمده، انا صوتي على الاخر اهو. ايوه كنت بقول اني مستني امر جنابك. في ايه؟ هقول لك اهو، هقول لك. صابر الحسيني اني كنت معين غفر يترصدوه منين ما يروح، والليله بعد صلاه العشاء بلغوني انه ناوي يروح داره اللي قبل البلد. قلت لهم وراه اترصدوه، ومن شويه بلغوني انه دخل دار. وانت طلباتك ايه يا شيخ الغفر؟ عايز سلامة جنابك يا جناب العمر. انا بقول يعني فرصه نقفشه ونرميه في بيت العده والكرباج لحد جنابك ما تيجي وتتصرف معاه. طب اسمعني ونفذ اللي هقول لك عليه بالملي. من أول مرة؟ احنا قاطرينك من اول ما سبت وابور الطحين القديم وخوضته في الغيطان وحولت من ورا عزبة السخاوي لبشنين، واستنيتوا عليا لغاية ما بقيت جوا داري عشان أطلع وتمسكوني. بس أنا حالف يمين بالله ما حد يمسكني تاني. وديتها إيه؟ هيعرف نافوخي. لا يا صابر، اسمعني الاول. احنا ما مسكناكش لما بعدت عن رجالتك عشان دي اوامر جناب العمده. فتح الله به قال لا صابر عاوز يشوف عياله سيبوه وسيبوه يرجع مطرح ما جه. كلام زي اللي بصحيح. الكلام ما فيهش حرف كده، والماء كدب الغطاس. يلا جدع منك ليه؟ الطريق قدامك سالك، اتفضل اتكل على الله ومحدش هيعترض طريقك. تبقوا عايزين تضربوني في ظهري وتقولوا لكل الحساينة إنني كنت عاوز أهرب. مش مغصوبين يا ابن سيدنا، ما انت بين ايدينا وفي 1000 طريقة وطريقة نخلص بها منك. أمال إيه الغرض يا غفير؟ جايز فتح الله يكون عايز حاجة قصاد الجدعنة دي. عايزك تعرف انه لسه عشمان تحط ايدك في ايده. وماله يا صابر؟ وماله يا ابني؟ وأني موافق، أني مستعد أصالحه وأحط إيدي في إيده، بس على شرط ياخد لي عهد من شيخ الجامع وشيخ البلد وكل الحساينة إن أنا أبقى العمدة بعده. لسه الناس بتحسب ان اللين والسماح ضعف وحيط واطي، وصابر الحسيني بتشرط عليا. فكرنا خفت من الهوجة الفرغ اللي عملها. هو الغفير مش رجي كلمك تاني؟ انت صح يا جازية؟ هو اني لو كنت نايم كنت هتتحدث معايا برضو؟ تصدقي بيه اني كنت بتحدث مع نفسي. اصلي اول ما دخلت لقيتك مغمضة. كان نفسي انام بس ما جاليش نوم. انت ايه اللي قلقك؟ الولد بيرفض جامد يا فتح الله. جالك منين الولد؟ قلبي يا عمده، وانت كمان لو حطيت ايدك مكان ما بيرفض قلبك هيقول لك انه ولد. هات ايدك كده. حسيت بيه؟ ايوه بيرفض جامد. ما حسيتش انه ولد. مشيئة ربنا غلبة جازية، كل اللي يجيبه ربنا خير، لازم نرضى بيه ونقول الحمد لله. كنت بتسأليني عن مشرقي. ليه يا ستي؟ رجع كلمني وقال لي كل اللي حصل بينه وبين صابر الحسيني. صابر راكب دماغه ومصمم اربط له عهد العمودية من بعدي. سمعاني يا جازية؟ بس أنا مش عبيط، أنا عارف كويس هو بيفكر إزاي. صابر لو اطمن وربطت له عهد العمودية مش هيستنى يومين ويطخني في ظهري. هو اللي بيني وبين صابر الحسيني ده مش هينتهي إلا لما واحد فينا يخلص بالتاني. أنا غلطان، أنا كان لازم أسمع مشورة مشرقي وأقفشه زي الفرخة وهو بيزور أمه. أنت إيه رأيك يا جازية؟ جازية أنت نمتي؟ على الله أعرف أنام أنا راخر. الو، مين؟ سعادة البيت؟ يا اهلا وسهلا. العمدي؟ ايوه موجود.
هنده لسعادتك دقيقة واحدة. يا عمدة يا عمدة. ايوه. ايه؟ صباح الخير يا صباح النور. لطيف بيه عايزك على التليفون. الو. صباح الفل يا باشا. حددت لي ميعاد مع البرنس. ايه؟ اشرب الشاي معاك النهارده الساعة 5؟ أني عارفة إنه راح يقابلها. ميعاد الساعة 5 ده مش مع لطيف بيه، البيه الأراجوز ده واسطة زي مراته صفية اللي كانت مصاحباني وعاملة حبيبتي. هي اللي فتلت حبل الود بين جوزي وبنت التراكوة. نشوف فيها يوم قادر يا كريم. ما تدعيش على حد. اليومين دول الناس بتمشي تبع المصلحة، وهم مصلحتهم مع البرنس وبيته. ده حتى أبويا مشى في الزفة عشان يرضي العمدة، وينوبوا نايب من الجاه والعز اللي هيبقى فيهم لما يناسب الأمراء. والنبي ما تزعلي ولا تجهري نفسك يا ست. إن شاء الله هينصفك ويرزقك بالولد اللي يحكمك عليهم ويخليهم كلهم تحت رجليكي. يا ريت يا بنتي يا راضية، كانت تبقى لك حلاوة كبيرة قوي. والنبي بجد ربي يخليكي. هتديني ايه يا ست؟ اللي تطلبيه يا بت. حتة أرض. حتة أرض؟ إن شاء الله نص فدان، بس يبقى لي طين وغيط وسند. خلاص يا بنتي يا راضية، عهد عليا قدام ربنا اللي رزقني بالولد لاديك الأرض اللي انت عايزاها. إلهي يا رب ما يحرمني منك ويطعمك وينصرك على كل من يعاديك. خلاص يا بت، خلاص زهقتيني أكتر ماني زهقانة من قعدة البيت يا ستي. قومي كده البسي وخلينا ننزل نركب الحنطور ونزور الأولياء وأهل البيت. احنا كنا لسه في لفة الأولياء أول امبارح. طب إيه رأيك لو جينا نتلزبك إياه؟ يا ما كان نفسي أشوفها، بس أعمل إيه لسيدك عزام؟ كل ما أجيب له سيرتها يركبوا 60 عفريت ويشخط. قال إيه؟ ما بيروحاش اليومين دول إلا اللي ماشيين في السكة البطالة. يا لهوي، لا يا ستي يفتح الله. بس أنا برضو هلبس. روحي يا بت، روحي نبيها على البواب يوقف لنا حنطور. على فين يا ست؟ مالكيش تسألي، هم ما. امان ربي امان، ابنتنا من وراي تنوي على خروجات من غير اذن جناب برنس او حضراتنا. دي مش خروجات ولا حاجه، دي زياره عاديه لأبلة صفيه، هتعلمني غرزه جديده في الكروشيه. حتى زيارات لصديقتنا صفيه هانم لازم تاخذ موافقات. دي اول مره تكلميني كده سموك، وده معناه ان ثقتك فيا مش تمام، ودي اهانه لا يمكن اقبلها. انا همشي وادور على اهل ابويا. شس حبيبه قلب، مرهومه اختنا سايبك امانه في رقبه قسمه ويلمظ. ما انت كده خانقاني اسمه البرنسيس. استهمل خنقة حضراتنا لغايه ما اتجوز فلاح دموز وتبقى في بيته. وايه دخل جوازي بزيارتي لأبلة صفيه؟ خلاص روح زيارات، راس حضراتنا بقى منفوخ عمال يدق. افندم تموس يتاخر هناك، بعد صلاه عشاء كون هنا. هو فين؟ تحت في صالون الرجاله مش كده؟ ايوه قاعد مع لطيف بيه. طب تعالي وديني واستأذني انت ولطيف بيه. عيب الشوم ونسيبكم لوحدكم. هيحصل ايه يا صفيه هنا؟ هو انت بتشكي في اخلاقي ولا في اخلاق العمده؟ اعوذ بالله ولا يخطر على بالي، انا بس بتكلم على الخدامين ومنظرنا قدامهم. فضي السكه من كل اللي في بيتك، انا هقعد مع العمده لوحدينا، وباب الصالون مفتوح على وسعه، والشباك اللي على الجنينه وباب الفرندا كله مفتوح، بس مش عايزه ولا عين ولا نفس حواليا لابعد مسافه ممكنه. وبرضه يعني انت ولطيف بيه كمان. امرك يا فندم، اتفضلي. مساء الخير. مساء النور والسعادة. ازيك يا فتح الله بيه؟ أهلا بست البنات. ست البنات؟ ازيك يا لطيف بيه؟ اهلا وسهلا يا فندم. لطيف بيه لو سمحت عاوزاك. عن اذنكم. اتفضل. اسمحوا لنا. اتفضلوا خدوا راحتكم. اتفضل استريح يا عمر. جاي المحروسة المرة دي ليه يا عمدة؟ فيه موضوع يخص مشيخة البلد وجاي أشوف له حل، وهتناقش فيه مع البرنس يلمظ
يلمظ يا عمدة، يلمظ. وهو كذلك يلمظ. أنا مش هفهم في اللسان التركي زيكم برضه. هو ده الموضوع اللي جابك من بشتين؟ مفيش غيره؟ بشنين يا ست البنات، بشنين. خدت بطارك بسرعة. احنا كده ما بننساش طرنا. اتأخرت ليه يا فتح الله؟ اعذريني يا ست البنات، لو كان على شوقي كنت جيت تاني يوم ما سافرت، لكن مسؤولية البلد ومشاغلها خدتني وعفقت في رقبتي، ما قدرتش. كنت هفرح لو قلت انك جاي مخصوص عشان تتمم موضوع الخطوبة اللي سبته متعلق، ولولا انا مسكت فيه بايديا واسناني كان خيطه اتقطع، وكان زماني دلوقتي اتجوزت البرنس حليم وعشت معاه في اسطنبول. اتاريك جاي عشان مشكلة في مشيخة البلد، وما خطرش في بالك تعدل المتعلق وتتكلم مع الناس اللي فتحوا لك السرايا عن البنت اللي اتمسكت بيك ووقفت ضد الكل. وكده بقى يبقى نيتك واضحة يا فتح الله، وحكاية جوازنا دي تبقى. أرجوكي لو سمحتي ما تقوليش اللي انت عايزة تقوليه. أنا راجل فلاح من البراري، وبلدي محذوفة هناك في حضن الهيش والغاب والمياه المالحة، وأنا ما بعرفش أزوق كلامي ولا أغني الأغاني اللي بتقولها الست ألماظ وعبد الحمولي، لكن لما بقول ما بكدبش، ولو حلفت يبقى يميني لجام فرس، وأنا بعهدك بيمين ربنا إني ما أقدر على طعم الدنيا من غيرك. جبت الكلام الحلو ده منين يا فتح الله؟ من قلبي، وربنا عارف. استني، افتحي شوفي مين. اوعي حد يدخل الا لما تيجي تقولي لي. اجري. يا ترى مين اللي جاي لنا دلوقتي؟ مين؟ طب روحي. مالك يا لطيف بيه؟ انا اللي مالي؟ انا اللي مالي ولا انت اللي مالك يا ست هانم؟ ازاي تتصرفي بالشكل ده؟ انا اتصرفت، عملت. ما تستعجبش يا لطيف بيه، صفية هانم ما عزمتنيش، أنا اللي نويت أزورها، أصل بقالي مدة ما شفتهاش. إزيك يا حبيبتي؟ وحشاني جوي يا جاربتي. تعالي. واخداني على فين يا ست صفية؟ هنطلع الحرام لك عشان في ضيوف رجاله جايين للطيف بيه. الضيوف جم خلاص، وما هماش رجالة، راجل وست وبس. مين اللي قال؟ قصدي ان هو في ايه يا جازية؟ خطفت السؤال من على لساني، أنا اللي عايزة أعرف هو فيه إيه؟ من إمتى فتحتوا السرايا بتاعتكم للي عايزين يتقابلوا في السر؟ مش لزوم الكلام الجارح ده يا جازية. وبعدين انا صاحبتك ولطيف بيه قريبك وبلدياتك، وعمرنا ما دوسنا لك على طرف. بعدين اللي حصل ده كان غصب عننا، ما كناش نقدر نقول لها لا. ياه، هي جامدة قوي كده؟ الميعاد اللي انت عايزاها يا اسمه الأميرة، حددي اليوم والساعة وأنا جاهز. حدده مع البرنس، وبكرة لما تروح تقابله اطلب منه ان كل حاجة تتم بعد شهر. لما ياخدوا رأيي هقول موافقة. بعد شهر هتنوري داري وبلدي وحياتي كلها. قلت الكلام ده للاتنين اللي اتجوزتهم قبلي طبعا. ونعمة ربنا ما قلت الكلام ده لحد غيرك، أنا أصلا ما أعرفش أقوله ولا عارف قلته إزاي دلوقتي، زي ما يكون حد بيمليني في وداني. كنت بقى بتدور على الأرض ولا على الولد ولا على الحريم؟ يمكن في الأول كان حاجة زي ما بتقولي كده، لكن لما شفتك حسيت بشيء عمري ما عرفته قبل كده. يعني يا عمر لو سمحتي ما تسألينيش في حاجات تلخبطني وتبرجلني، وأنا عارف أنت اتعلمتي علام برنسيسات ولاد زواد، وأنا بكتيره حفظت القرآن الكريم وقعدت 2 في المكتب الراقي اتعلمت فيهم القراية والكتابة وحساب الجمع والطرح والحاجات دي وبس. لا، لازم تتغير، لازم تتعلم ازاي تبقى عمدة وبتحكم ناس وبلد وانت جاهل. عندك يا حرمة، اوعي تتجوزي. ايه؟ انت بتقول ايه؟
بتقولي حرمة؟ ايوه حرمه، وهتفضلي طول عمرك حرمه، والحرمه مهما كانت حتى لو بالتبار مديله عمرها ما تتجرأ وتطول لسانها على رجلها. عندك بقى يا عمدة، أنا مش حرمة من ضمن حريمك اللي أنت حابسهم في دارك. أنا لو اتجوزتك هتبقى راسي براسك، وبره أمور العمودية وكلام الرجالة الكلمة كلمتي والشورى شورتي، واللي أوله شرط آخره نور، وإحنا لسه على البر، ولا أنت بقيت راجلي ولا أنا اتسميت مراتك. وبكرة قبل ما تتكلم مع البرنس تكون رسيت على بر، موافق على شروطي ولا لأ. واحفظها في سرك، نوراي نصها تركي ونصها المصري هو اللي اختارك بالعند في نصها التركي اللي عمرها ما هتنساه ولا تتبرى منه. تركي ولا مصري، أنا هتجوز الاتنين في بعض. ما تزعليش مني يا ست صفية، والنبي ما كان قصدي المعنى الوحش اللي فهمتيه من كلامي. خلاص يا جازية، حصل خير. أنا عارفة ومتأكدة إن العمدة هنا، وإن بنت التراكوة اللي هيتجوزها قاعدة معاه دلوقتي في أوضة جلوس الرجالة. ازاي؟ وعرفتي منين؟ محدش قالي، قلبي كان حاسس، ونزلت في الحنطور وقف فيا ورا الجنينة اللي قصادكم. شفت العمدة وهو داخل حداكم، وشوية جت عربية ملوكي من بتوع السرايا ونزلت منها العروسة. وليه ده كله يا جازية؟ ليه تضايقي نفسك وتحرقي في دمك؟ عايزة أشوفها وبس. خصمك النبي لا توريها لي. ازاي؟ ما هو مش معقول ادخلك عليها وهقول لها ايه؟ طب منظري انا ولطيف بيه قدام العمده ازاي؟ من غير ما ادخل عليها ومن غير ما تشوفني. شوفي لي اي حته اقف فيها اشوفها وهي خارجه من غير ما تحس بيا. هنا كويس، انا هنزل وانت هتقفي هنا ورا الستاره، بس اداري نفسك كويس. ميرسي يا لطيف بيه، ميرسي يا صفية هاني. نورتينا يا سمو برنسس. متشكرين يا سعد. دي حلوه قوي يا جازية. نورت وشرفت يا عمدة، ممنونين للزيارة. أنا اللي ممنون لسعادتك، وجميلك على راسي. مفيش ولا جمال ولا حاجة، احنا ما عملناش حاجة يا سيدي. ازاي؟ ده انت فتحت لي دارك وسمحت لي اقابل البرنسيسة. على فكرة دي ما كانتش فكرتي يا عمدة ومش هتتكرر أبدا. قسما بالله العظيم لو أنا عارف إن سعادتك هتضايقك المقابلة دي أنا ما كنتش خطيت عتبة سرايتك خالص. انت هتشرف في أي وقت والسرايا سرايتك، بس من غير مقابلات. نوراي هانم يا عمدة طلبت مني إني أرتب لك مع سمول برنس ميعاد بكرة، وده هتبقى سهلة لأن سمول برنس استعوقك حبتين. أنا جاهز، أجي الدايرة إمتى؟ يناسبك بكرة 10 صباحا إن شاء الله. وممنون تاني لسعادتك. تتمسى على خير يا هانم. تتفضل يا عمدة أوصلك. جماعتنا هنا بتعمل إيه؟ بتزور يا عمدة، ما أنت عارف إنها هي وصفية هانم مراتي أصحاب الروح بالروح. اتفضل يا عمدة. انت راجعت يا عمدة؟ ما أنت عارفة إني مشيت قبلك من دار لطيف بيه. اصلي كنت زهقانه من القعده هنا لوحدي، قلت اروح ازور صفيه هانم، كنتش اعرف انك هناك. أما حسن الصدف. ايه يا سيدنا، مش مصدقني؟ أنت عمرك ما تكدبي، وبعدين دي مش أخلاق يا بنت الحاج عزام. اللي زيك ما تطلعش ورا جوزها علشان تراقبه وتتلصص عليه. غصب عني يا سيدي، الشيطان ركبني، كنت هتجنن لو ما شفتهاش. شفت مين يا بنت الناس؟ البرنسيسة اللي هتتجوزها. كنت عايزة أعرف إيه اللي زايد عننا فيها. تمنيت ألاقيها
عورة ولا عوجة ولا عرجة ولا وحشة، عشان اطمن واقول ما خدتهاش عشق يا فتح الله وعيوبها هتكسر عينها. قلت تلاقيها كبرت في البنوتية وبارت، والعرسان ما بتهوبش ناحيتها، واهلها عايزين يلزقوها لاي واحد ملو هدوم حتى لو كان فلاح ابن فلاحين. كنت عشمانة لما اشوفها ناري تهدى وبالي يرتاح، لكن شفتها ويا ريتني ما شفتها. زي البدر في تمامه، يعني اي راجل يشوفها هيسلم ويرجع. يعني عشقتها يا فتح الله مش عشان ارض ولا عز ولا جاه، يعني هتبقى هي الكل في الكل. عدي من نفسك يا بنت عمي بالراحة. أنا عمري ما قلت إن البنية وحشة ولا معيوبة. حكاية جوازي منها كان قبل ما أشوفها خالص، والغرض كان العزوة والأرض وبس. ده اللي وداني وراك يا عمدة. رحت في حال ورجعت في حال، طول سكتي واني بكلم نفسي بقول عنده حق. اني ولا خضرة بنت السخاوي نيجي جنب حورية مصروية نصها تركي. مين اللي بخبط كده؟ ده عصاية ابويا. اتفضل يا ابو عزام. دستور، ايه اللي انت عملتيه ده يا بنت الحاجة زكية؟ عملت ايه يابا لا سمح الله؟ من امتى بتخرجي من غير ما تاخدي الاذن؟ اني جازية خدت الإذن منها. جازية بنت أصول وتعرف الأصول، وأنا لما أكون موجود بتاخد الإذن مني. تمام صح. طب حصلني بقى عشان عايزك ما تكلمش البرنس في موضوع الأولاد اللي الإنجليز واخدينهم. كفاية موضوع شيخ البلد. ازاي يا ابو الحاج؟ ده انا متداري في موضوع الشيخ يونس، والقصد الحقيقي الشباب اللي اتاخدوا. يبقى البرنس ما ينفعش لأنهم ما بيحبوهوش، لأنه كان قريب من الخديوي عباس حلمي. لو كلمهم في حاجة هيعملوا عكسه. طب اروح لمين يا ابو عزام؟ ما تنعش هم. بيقولوا العبد في التفكير والرب في التدبير، وربك سبحانه وتعالى دبرها من حيث لا نعلم. ونعم بالله، بس ازاي؟ شوف يا سيدي، انت عارف اني غاوي خيل وبربي، وعندي اسطبل في شربين ومشارك على اكبر اسطبل في الشرقية. ايوه عارف، بس ده دخله ايه؟ استبر بس واسمعني. عندي في اسطبل شربين مهر عربي مقصلي من صلب حصان صدفي، كل اللي بيربوا في بر مصر كانوا هيتهبلوا عليه. جالي عرض من شيخ عرب من عيلة لملوم في الفيوم، كان عايز يدفع فيه 1000 جنيه. أي والله يا فتح الله، 1000 جنيه. أني ما هنش عليا بيعه. المهرة بتاعته طلعت أنجح منه، لأن أمه فرس إنجليزي. مين عرف بحكاية عبلة؟ عبلة دي المهرة ضابط إنجليزي كبير بيقولوا عليه نائب رئيس أركان الجيش الإنجليزي في مصر. وبعدين يا حاج؟ جالي النهارده ضابط من جيش السلطان، قال لي إنه جاي بعرض من جنرال ميجور مش عارف مين، وقال لي كمان إنه راح الاسطبل وشاف حبلي، وقال إيه؟ وقع في غرامها. وجاي يسأل على مهرها؟ بالظبط، واللي أنا عايزه ومن غير فصال. وقعدت أفكر. وهتطلب فيها كام؟ نرجع للموضوع بتاعك يا عمدي. أني بقى هطلب من الضابط الإنجليزي دي كل اللي أنت عايزه. بجد يا أبو الحاج؟ وجد الجد يا عمدي. برنس هنا شخصية تانية غير البيت. قدام الناس تلاقيه شخصية متعجرفة متغطرسة، لكن في البيت
قطة مغمضة قصاد البرنسيسة كازمات مراته. ده غير بقى انه شايل لك لوعة من ليلة الخطوبة، واكيد هيحاول ياخد طاره منك. مفهوم يا لطيف بيه، وانا هستحمله. ايوه استحمله. دلك له عواطفه كلمتين نفوا عن شجاعة المرحوم والده البرنس طاسباز، والإقدام اللي عمله في حرب المكسيك، والنشان اللي خده من الإمبراطور نابليون الثالث ذات نفسه. وحضر الحرب دي عمره كام؟ الحرب دي أقدم من أبوه وجده كمان. أنت يعني بتدقق قوي كده ليه؟ لا أبوه ولا جده عمرهم اشتركوا في حرب، وهو نفسه ما شافش حرب. لا ده ما شافش ولا حتى خناقة ميكاليليا، لكن هو كده يحب يعني يفشل ويمعر عن حكايات من خياله، ويتكيف قوي من اللي يهاوده. ها يلا بينا. يلا بينا. لا عصاية ايه؟ هتقابل سمو البرنس بالعصاية؟ التقاليد بتقول غير كده. حضرة فتح الله بيه نسيب حضرتنا اتمتع بروح الدعابة جميل. اتفضل كل، يلا استمر، كل. عفوا سموه، أنا مقصودش دعابة نهائي. أنا الكلام ده سمعته من حجاج أبعدية البرنس يوسف كمال أول عن أول، وإحنا بنسلم عليهم وقاعدين في منظرة الشيخ الشيشيني. قالوا إنهم قابلوا جماعة عساكر كانوا حربوا مع والد سموه، واتكلموا عن شجاعته وبطولاته في الحرب. لم العباية يا عمدة أحسن فرشحت منك قوي. انتي قول ايه لطيف بيه؟ سموك أنا بنبه حضرة العمدة نسيب حضرتكم إن وقت سموك ثمين عشان يدخل في الموضوع مباشرة أفنزل. فتح الله بيه نسيب حضرتنا اقدر اقعد زي ما هو عاوز، اقدر اتكلم قول اللي هو عاوز. اتفضل عمدة، قول. مو أقصى سموك يعني لطيف بيه عنده حق. أنا جايف موضوعين، واحد عاجل والتاني مش بالأهمية دي. ايه هو موضوع عاجل جناب عمدة؟ تحديد ميعاد إتمام القرار بعد ما ابتديناه بالخطوبة السعيدة. خطوبة ما كانش سعيدة جناب عمدة، دي كان ليلة سودة. انتم تسببتوا لنا في ألم عظيم. أنا بعتذر لسموك، لكن احنا فلاحين ولنا كرامة. إذا ما حافظتش على كرامتي ازاي هقدر احافظ على كرامة مولاي هاني؟ انتم تسببتوا لنا في إحراج كبير مع ضيوف حضراتنا برنسات أعيان. أنا سمعتهم بيقولوا بصوت عالي بعد حضرتك ما خرجتم: بس فلاح، خرسيس، كوكمش، تشيك، جلف. ازاي انا ادي ابنتنا نوراي هانم لشخص باخلاق زي دي بنت اتراك عثمانية. اسمح لي سموك، فتح الله بيه سليل أعيان مصريين، نسبه شريف سمو البرنس. إذا كان سموك شايف إن نسبنا ده ما ينفعش، أنا بعتذر ونفضها سيرة. استنى يا عمدة، انت ازاي تقول له فضها سيرة؟ انت فاكر انك ضحكت عليا بعد ما فزت بصفقة أرض ثانية؟ أقسم بالله العظيم. sus ولا تفلح، انت مش اقسم بالله كاذب. انت لازم اعرف ان برنس يلمز مش تركي بجام زي ما بيقول بس فلاح خرسيس دوبوز. برنس يلمز افهم كل شيء يا عمدة، واذا كنت انت فاكر انك ضحكت عليا وخدت ارض ثانية، بكرة ارض ارجع لي بامر مصادرات سلطاني بكرة. أنا جاي أقابل سموك عشان نحدد ميعاد عقد القرار. مش فاهم اللي دخلنا في الأرض والمصري والتركي والكلام ده. ذكريات خطوبة أفنزم. طب إيه رأي سموك لو حاولنا ننسى الذكريات دي نهائي؟ ممكن لطيف بيه؟ ممكن انسى ذكريات ليلة خطوبة دي نهائي؟ والله ممكن يا سمو البرنس، ممكن. عظيم. يبقى فتح الله بيه يستعد لإقامة احتفالات زفاف في خميس أول من شهر سبتمبر.
حفلات 3 يوم هني و3 يوم في قريتكم. استعد؟ مستعد سموك. يبقى خلاص موضوع عاجل خلاص. يبقى موضوع تاني. موضوع مشيخة البلد. ايه دي موضوع مشيخة بلد لطيف بيه؟ اشرح له يا لطيف بيه. بعد إذن سموك يا فندم، مديرية الغربية بتضايق نسيب حضراتكم يا فندم. شالت شيخ البلد الأصلي وعينت بداله أراجوز اسمه البرنس. يعني مش هتمضي على الشهايد دي يا ابو يونس؟ ما قلت لك يا علام، أنا خلاص ما بقتش شيخ البلد، وما يحجليش أمضي على أي ورق رايح المديرية. وايه العمل دلوقتي؟ امضيه من شيخ البلد الجديد. يابا الحاج يونس الله يرضى عليك، الششتاوي هلال شيخ بلد ما دخلتش دماغ حد. أهي بقى دخلت دماغ الحكومة. أنا عارف بس إيه اللي خلاني أستلم البوسطة دي؟ أنا كان مالي ومال الجهادية والجرعة والهم دي. بالإذن يا سيدنا. في إيه يا نبراوي؟ اسمه إيه ده بره عايز يدخل لك. اسمه إيه ده؟ بتتنبز يا ولد؟ السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله. والنبي ما انت جاي يا حاج. ارتاح يا ششتاوي ارتاح. يريح بالك. ازيك يا علام؟ بركة انك هنا عشان اشتكيك لابويا يا حاج. تشتكي براحتك، وبالمرة بجمد الأوراق دي ما دمت شيخ البلد. السلام عليكم يا أبو يونس. وعليكم السلام يا سلم على الشيخ أيوب وجماعته. إيه؟ بتقول إيه يا ششتاوي؟ ما بيقولش يا علام، اتكل على الله أنت. والله لولا اني مراعي مدام الحاج يونس وحرمة داره لفرشتك شغلك ووريتك ازاي ترجع الناس بالكلام زي الحريق. وربنا المعبود انا ما قصدت شر. انا علمت من البوسطجي انه جايب ورق من المديريه واستلمه علام بدل مني. سالت فين علام؟ قالوا لي يا اما في داره يا اما في دار الشيخ ايوب. غلطان انا بقى؟ مفيش غلط ولا حاجة، اتكل على الله أنت يا علام. قال اقول له النبي يا عم الحاج عشان مخي هشت مني. وماله مخك يا شيخ البلد؟ هي دي شيخ البلد. قول يا ابو يونس، حد قال لك ان انا سعيت عليه؟ جات على بالي طلبت انا كده؟ الحقيقة لا. جات الحكومه راحت معيناني شيخ بلد كده اهو على غفل شيخ بلد، ولا ليا علم ولا كنت طالبها ولا كان في دماغي اقول للحكومه لا. جايز تغضب علي وتغضب على البلد كلها. قلت شغل مخي واقول لها خلاص اعمل شيخ بلد كده وكده. يعني شيخ بلد كده وكده ازاي يعني يا ششتاوي؟ يعني شيخ بلد على الوش كده، لكن في الديره كل شيء يرجع لاصله. الجول جولك والشورى شورتك. يعني اعمل في الحكايه دي ايه؟ تقول لي كذا يبقى كذا، وده كله مجتهد لغايه ما تصلح الاحوال. ما انا عارف ان انا ما ينفعش، وانت عارف، والحكومه كلها عارفه ان انا ما ينفعش، بس الظاهر هم واخدين على خاطرهم منك فبيوروك العين الحمراء. بس شويه شويه وتتصلح الاحوال. انما اقول لي يا ششتاوي، هتبطل بقى تقعد عند بورتوس؟ اهي دي بقى اللي لسه فيها كلام بيني وبين نفسي. اهي دي بقى ما فيهاش اي كلام، ما فيهاش فصال يا ششتاوي. خلاص يا بيونس خلاص، بس انا استاذنك في ليله واحده اكل والوداع يا مشمش. وانت وافقت على الكلام ده يا حاج؟ وهو في حد عاقل في البلد دي يوافق على اللي بيقوله الششتاوي هلال؟ أنا سبته يخرف ويقول اللي يقوله، وأنا عارف آخرتها كلام في كلام. بيقولوا واحد مهياص وكذاب زفة. أنا عارفة إيه اللي صاب الحكومة في دماغها عشان تعمل عاملة زي دي. أنا خلاص ما بقاش يهمني يا روضة، ما بقاش في دماغي غير الجدعين اللي غايبين دول. خلاص يا حاج، تعودنا على غيابهم، ما عادش قدامنا الا نتصعب كل ما تيجي سيرت. ما عادش في ايدنا حاجة نعملها، دول واقعين في ايدين الانجليز يا روضة. يوه بطل عياط بقى وسيبينا جيل، وما تخبطيش عليا قبل المغرب ما يدن. ظابط عباس ده انت ضمنه؟ ده يبقى ابن خالة السيد افندي عوضين، نسيبني. وبعدين احنا محتاجين ضمان في ايه؟ اني رحت للجنرال ذات نفسه، وبعدين عباس دي هيبقى مرسال يبلغني. هيبلغنا امتى يا حاج؟ استعجل قوي يا عمدي.
لازم ارد على البلد واشوف اللي ورايا. المنصر اللي لمه صابر الحسيني وعامل بجيش هو وعلوان مترصد ومش عارفين هيعملوا ايه. ما ترد يا عمده، مستني ايه؟ اقول ايه للشيخ يونس وكبارات البلد لما يسالوني عن حماد وجعفر وبقيه الناس اللي الانجليز لموه؟ هيشغلوهم سخره زي ما عملوا مع الهندوي والموريشن بتوع افريقيا. انت مش قلت ان الضابط بتاعك شاف اوراقهم ووافق عليهم وهيطلعهم؟ ايوه قلت، والكلام صحيح، وتقدر تنزل البلد وتقوله للكل. ما انت رجعت وبتقول لي ابصري وما ادري ايه. دول انجليز يقدروا يعملوا ايها حاجه، لكن احنا بقى معانا الجنرال بحاله، والجنرال نفسه في المهره، والمهره حدانه، يعني المفتاح في ايدينا. اطمن انت بس واتكل وسيب الباقي على الله. اقوم أنا رايح ازور خالتي ويمكن ابيت عندها الليله وبكره الصبح ان شاء الله هتكل. وهتبيت عند خالتك ليه يا عمده؟ اقول لك ايه يا ابو عزام، الجازيه مزاجها مش رايق وبصراحه مش طايق اقرب لها. قلت اسيبها لوحدها يمكن ربنا يصلح الحال ويعمل فيه الخير. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مع السلامه يا عمده. ايه ده انت لسه صاحي؟ البت راضيه قالت انك نمتي. غفلت حبه صغيرين وصحيت. ليا نصيب اشوف العمده قبل ما يروح. اشوف وشك بخير يا جازيه. حددت مواعيدك يا ابن عمي؟ اول سبتمبر ان شاء الله. يمكن تصادف اولد في نفس الميعاد. بالسلامه ان شاء الله. شنطه يا راضي. والله كتر خيره اللي جرى رجلك على المحروسه وخلينا نشوفك على اولى يا ابن خالتي. قولي كتر خيرها يا فوزيه. بكري. الله، وفيها ايه؟ مش الدلعات الجازيه موجوده هنا في مصر. ايوه يا ابو بكري، هي موجوده فعلا في مصر، حتى بالاماره فتح الله ما بيقدرش على بعادها خالص. خالتي أنا مش هقدر أنام مع الراجل ده في نفس الأوضة. عندك مطرح تاني ولا أرجع لحماية؟ ولو إني مش فاهمة اللي بينك وبينه، لكن هو يا نظر يسيب الأوضة ويخش ينام في أوضة أبوه وأنا أنام في أوضة فوزية. على اي حال احنا نقوم نتعشى الاول وبعديها ان شاء الله هيبقى لنا كلام. جبت لك قرارهم دول بقى يا سيدي، طلعوا من شله اللي فضلوا مع محمد بيه فريد بعد وفاه مصطفى باشا وخلع عباس حلمي التاني. كانوا معلقين يافطه الحزب الوطني، انما طبعا الحزب نفسه ما عادش. وبعدين اللي عرفته انهم دلوقتي بقوا تبع جمعيه خيريه متدارين وراها وبيشتغلوا كده في السياسه من تحت لتحت. ايه يا عمده رحت فين؟ شردت مني ليه؟ سرحت يا بكري، سرحت في السياسه والناس دول، خصوصا علو افندي ده باع اللي قدامه واللي وراه علشان السياسه، والسياسه خطره، خصوصا ان الانجليز شادين حيلهم. ده جوه مستعمراتهم بس، انما اللي بيوصل لنا من اخبار الحرب بيقول ان غليوم مربي لهم الخفيف. غليوم ده بتاع المانيا صح؟ مظبوط. يعني انت من رايك ان سيبني من جماعه علو افندي دول؟ ما قلناش كده، بس خد منهم ولا تديش، اشتري وما تبيعش وما تخليهمش يلعبوا في دماغك. بلاش خالص، اسيبني من السياسه دي وابعد عنها. هتسيب العموديه؟ اسيب العموديه ازاي؟ ايه الكلام الماسخ ده يا بكري؟ ما هو اذا كنت عايز تبعد عن السياسه يبقى اول خطوه تعملها انك تسيب العموديه خالص، لان العمده بيحكم والحكم سياسي. ده نفس الكلام اللي قاله علو افندي. يبقى راجل بيفهم، اسمع له بس ما تسمعش شورته. ازاي؟ تقول كلام له معنى. لما تسمع له هيفيدك باللي في دماغه وتتعلم منه، انما شورته غالبا كده هيبقى وراها مصلحه وغرض، زي حكايه اللجنه اللي عايزينك تعملها في باشنين. كلامك ده موزون، بس هفكر فيها بعدين. طب وما تفكرش فيه ليه دلوقتي يا فتح الله؟ لاني بفكر فيها هي يا بكري. هي مين دي؟ البرنسيسه؟ هو في غيرها؟ ملوعاك؟ بالعكس، ده هي اللي حددت لي ميعاد الفرح بلسانها. الله، امال ايه اللي قلقك بقى يا فتح الله؟ تصدق لو قلت لك يعني اني خايف منها؟ ايه؟ انت تخاف من الحرمه؟ دي ما صدقهاش. اصلك ما تعرفهاش، جامده وعنيده، تقولش ست اخواتها. الشاي يا بكري. عنك انت يا ام. اتفضل يا نضري. تسلم ايدك يا خالتي. بالهنا والشفا يا حبيبي.
مطرح ما يسري يمري، وربنا يفرحكم يا ولاد كمان وكمان. اي والله يا ام بكري، شكلنا كده قريب ان شاء الله هنفرح بجوازة فتح الله الثالثه. كلام ايه ده يا فتح الله؟ طيب يا بكري، حسابك تقل معايا قوي. سيبك من بكري بقى وخليك معايا انا. الكلام اللي قاله ده بجد؟ ايوه يا خالتي. اخصى عليك يا فتح الله، هانت عليك بنت خالك. طب واشمعنى يعني بنت خاله؟ طب ما الست جازيه هانت عليه قبليه. لا انت زودتها خالص يا بكري. حق عليا اني فتحت لك صدري وقلت لك على كل اسراري، ويا ريتك تفتكر الكلام اللي كنت بتقوله من شويه عن السياسه. السياسه دي حكم، وجوازتي دي حكم سياسه، ما يجوز فيه الهزار ابدا. بيننا زعلناه يا ابني. ايوه ياما بس مش قصدي. طيب اطلع اشرب معايا الشاي وصالحه كده. حاضر ياما. بكري، نعم. هي مين العروسه؟ لا ده اذا كان على العروسه فالعمده وقع واقف. برنسيسه ياما. ها؟ ايه برنسيسه دي يعني؟ بنت تراكوة تقول للقمر فز ونقعد مطرحك. جمال ومال وعزب وسريان. خير سمو البرنسيسة، انت بتبكي؟ ايوه يا زبيدة، اصل الرواية دي مؤثرة بشكل. رواية ايه دي؟ دي رواية مشهورة قوي اسمها البؤساء، اما اخلصها بقى اديكي تقريها. انت مش بتعرفي فرنساوي؟ وي. حضرتنا بس زبيدة برا. عاوزة تكون وحدي مع نوراي حبيبي. يا ترى صاحية لغاية دلوقتي؟ انت تقول حاجة لحضراتنا حبيبة قلب؟ بقول انك كنتي لسه على بالي، اصل انا كل ما اجي انام اقعد افكر فيكي. نوراي حبيبي، انت ليه مش كلمني تركي، فرنساوي، انجليزي؟ ليه مصمم تتكلم عربي؟ تيزن، انا اسمي نوراي رجب القلايلي، نصي مصري، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير وفي الاخر بنتخانق. خناق يوك، زعل يوك. انا عاوز نوراي حبيبي دايما سعيد فرحان. ميرسي تيزن. إيفات شي جزال كده لغة جميل. والنبي انت كمان ترك ابيض لذيذ وعبيط وجميل. بس انا مش مبسوط منك نوراي. انت كنت فين ليلة امس؟ تيزن، انا قلتلك رحت زرت صفية هنا. بس مش قلت قابلت مين هناك؟ ازاي؟ انا قايله لك اني صادفت فتح الله خطيبي هناك. نو، انت مش قلت. لا انا قلت. امان ربي امان. نوراي انت ايه كذب، مش قول حقيقة. انت اللي نسيتي اسمه البرنسيس. ذوق يوك، ادب يوك. ما فيش زواج من ام دف الله. برنس حليم يجي هو ينال رضا حضراتنا ويؤدب حضراتكم. ايه ده؟ انت سعيده للي قالته البرنسيسه؟ ما تخافيش، دي هتنسى قبل ما توصل على باب الجناح بتاعها. ايه يا فتح الله؟ ما تروق بقى، انا مش صالحتك. هو في بينا صلح وخصام؟ ده كلام عيال يا بكري. امال مالك حالك بتبدل من ساعتها؟ بفكر في اللي سايبه ورايا. قال ايه؟ سايب البلد وجاي اطل على نوراي. لا على مهلك بقى، عليا واحده واحده كده وفهمني. انت مش قايل لي انك جاي هنا في مصلحه عشان الناس اللي الانجليز اخدوهم وموضوع مشيخه البلد؟ ايوه يا بكري، بس دي حجه. الحقيقه اني جاي اشوف نوراي. طب وافرض وفيها ايه يعني؟ جاي تشوف نوراي وكمان تقضي مصلحه؟ لو عاوز اخفف على نفسي اقول كده، لكن لو عاوز الحق أنا غلطان. أنا ما تصرفتش زي العمدة اللي بجد. سبت البلد في خطر، حواليها منصر ورباطية صابر وعلوان. انت مش سايب هناك الغفر يحرسوا وقلت لي انك سايب معاهم شيخ غفر جامد ومخلص؟ بس ده كفاية. رد بقى بالسياسة اللي انت قالب بيها دماغي طول الليل. طب رد انت عليا الأول، هم هناك ناقصهم ايه غيرك؟ رأيها بكري، هو وجودي زي عدمه؟ محدش يقدر يقول ان وجودك زي عدم. طب بالعكس بقى، انا عايزك ترد عليا الرد الصح وتقول لي ناقصهم كتير يا بكري. كأنك عارفني اكتر مني. لا انا عارفك زي ما انت عارف نفسك بالظبط. ناقصهم شخصية العمدة، دماغ البلد اللي بيفكر واللي في الوقت المناسب يقدر يقول على الحاجة دي صح ودي غلط، ودي في حد ذاتها هتفرق كتير قوي يا ابن خالتي. وبصراحة بقى انت فعلا مكانك الصحيح لازم يكون هناك اليومين دول. الحمد لله.
عرفت اني بفكر في ايه. ايوه بس ما تقعدش بقى تقتل في نفسك وتلوم في روحك. قول الحمد لله انها جت سليمه، وبكره ان شاء الله يا سيدي من النجمه بقوم مسافر. ان شاء الله.